وسط ما الدنيا كلها حروب في الشرق الاوسط والدنيا كلها ولعه، رايحين اكبر افطار في العالم، افطار المطريه. طبعا بغض النظر عن ان الدربكه مطلع علينا في الطريق ودخلنا غلط كام مره عشان الجي بي اس، شكلنا هنفطر في الطريق هنا يا دربك. الطريق قافله وحشه قوي. بص كل ده عشان نروح المطريه بقى. واخيرا بعد ما اتمرمطنا حرفيا في الطريق عشان نوصل المطريه، دخلنا عزبة حمادة في المطرية. زي كل مرة جيلك امشي. من هنا من المطرية الحكاية بتبدأ. حي شعبي بسيط، شوارع وزحمة وبيوته قديمة، لكن مرة في السنة المكان ده بيبقى قلب مصر كله. هنا مش مجرد شارع اتقفل علشان الإفطار، هنا شارع اتفتح علشان الناس. مئات الترابيزات، آلاف الكراسي، ووجوه جاية من كل حتة، ناس تعرف بعض وناس أول مرة تتقابل، لكن قبل الأذان بدقايق كلهم بقوا أهل. ده إفطار المطرية، مش مجرد مائدة رحمن، دي فكرة إن الخير لما يتجمع يقدر يعمل مشهد يخلي بلد كاملة تبتسم. شباب بيحضر من شهور، بيفرشوا الشارع ويزينوا البيوت ويجهزوا الأكل، مش علشان كاميرا ولا علشان ترند، لكن علشان اللحظة دي لحظة لما الأذان يرفع وآلاف الأيادي تتمد في نفس الوقت على لقمة واحدة. في اللحظة دي مفيش فرق بين حد وحد، مفيش غني وفقير ولا مشهور ولا مجهول. في اللحظة دي في حاجة واحدة بس اسمها إننا كلنا على مائدة واحدة. يمكن الدنيا بره الشارع ده مليانة تعب، لكن هنا الناس قررت تعمل مساحة صغيرة للفرح، مساحة تقول إن مصر لسه بخير، وإن الدفى الحقيقي مش في البيوت الكبيرة. الدفى الحقيقي ممكن تلاقيه في شارع بسيط لكن قلب كبير قد الدنيا. وهنا في إفطار المطرية بتفهم إن الخير لما يتجمع بيعمل مشهد مصر كلها تفتخر بيه.